مشاهدينا الافاضل، طاب مساءكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. وفد اريتريا على المستوى يزور جمهوريه اثيوبيا الفيدراليه. جهود لضمان سرعه عمل التحصيل الضريبي. تطور انشطه تنميه البساتين في نخفة. بوتين يحذر من استهداف امريكا اذا نشر الصواريخ في اوروبا. مقتل العشرات في حريق هائل بعاصمه بنغلاديش. ماي تتحدث عن تقدم في محادثات بريكست بعد لقائه مع يونكر. مشاهدينا الفاضل، من العناوين إلى التفاصيل. قدم وفد عالي المستوى يتكون من وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني جبرآب رسالة من الرئيس إسياس أفورقي إلى رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور أبي أحمد اليوم 21 من فبراير. وتناولت رسالة الرئيس إسياس أفورقي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وفي إطار الزيارة عقدت اللجنة العليا المشتركة الإريترية الأثيوبية لقاء بحثت فيه تطور العلاقات والتعاون الثنائي بين الدولتين. أعلن قسم الضرائب الداخلية تنفيذ العديد من المهام لإحداث ضمان سرعة العمل في التحصيل الضريبي. وأوضح المدير العام لقسم الضرائب الداخلية في وزارة المالية السيد يوهانس إسحاق بأن المشكلات في شبكة الحاسوب تسببت في تأخير عملية تحصيل الضرائب وعدم ارتياح دافعيها، حيث تبذل الآن جهود كبيرة لحل هذه المشكلات. وأكد على الوعي المتنامي لدافع الضرائب، حيث أن مبادرتهم بدفع الضريبة على طول أشهر السنة بدل الانتظار نهاية العام ساهم كثيرا في تسهيل العمل. وأشار إلى وضع خطة خمسية لفتح مكاتب التحصيل الضريبي في جميع المديريات لتوسيع خدمات التحصيل الضريبي. وأوضح المدير العام لقسم الضرائب الداخلية السيد يوهانس إسحاق بأن دافعي الضرائب يصنفون ضمن 3 مراتب، أي ألف وباء وجيم، حسب مداخلهم، مشددا على ضرورة معرفة جميع المواطنين من ذوي الدخل بوجوب دفعهم للضريبة. من جانبهم أوضح دافعي الضرائب إدراكهم بأن الضريبة هي من الشعب وإلى الشعب، مشيدين بتعاون العاملين في مكاتب الضرائب ومشيرين إلى أن المشكلة المستمرة في أجهزة الحاسوب لا تزال تتسبب في التأخير. كما طالبوا بضرورة توظيف قدرات بشرية إضافية أثناء كثافة ضغط العمل حتى يتم حل مشكلة شبكة الحاسوب، لكي لا يتعرض دافع الضرائب للعقوبات جراء التأخير في دفع الضريبة بسبب هذه المشكلة. أفاد مكتب وزارة الزراعة في مديرية نخفة عن تطور أنشطة تنمية البساتين المزروعة في مساحة حوالي 120 هكتار بوادي معو. وقال مسؤول المكتب السيد محمد صالح محمد علي بأن الأراضي التي وزعت للمواطنين بمعدل نصف هكتار لكل مواطن تم زراعة حوالي 110 هكتار منها بالخضروات والبقية بالفواكه. وأوضح عن تقديم محركين يعملان بالطاقة الشمسية لتشجيع 29 من النساء اللواتي يقومن بإعالة الأسر، مؤكدا التطور الكبير في مجال إنتاج الخضروات بالمديرية. وأشار خبير تنمية الخضر والفاكهة السيد محمد صالح حامد بأن البرنامج يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمزارعين المنضوين في الجمعيات التعاونية، وأن توفير البذور وعمليات الإرشاد ساعدت في نجاح الأعمال الزراعية. هذا وقد أكد أصحاب البساتين النتائج المرضية التي حققوها بفضل الجهود التي بذلوها والدعم المقدم. تبذل جهود حثيثة هذه الأيام لحل مشكلة مياه منطقة قراشة بمديرية هيكوتا بالمشاركة الشعبية الواسعة. وأوضح مسؤول متابعة القرى والمشاريع في المديرية السيد فساي أبرهة بأن السكان يسهمون بقوة في حل مشكلة المياه التي تأخر حلها بسبب نقص الآليات. وأكد السكان على استعدادهم للمزيد من العمل لإيجاد الحل الناجع لمشكلة المياه التي تفاقم من معاناتهم، حيث يضم مشروع مياه منطقة قراشة مدء أنابيب بطول 5 كيلومترات وبناء خزان بسعة 50 برميلا و4 نقاط لتوزيع المياه. ومن جهة أخرى يقوم سكان غنافنا بمديرية ماي عيني بإصلاح الوادي الذي يعيق حركة المرور بتوظيف طاقاتهم وأموالهم، حيث قاموا حتى الآن بتشييد جسر أرضي في مجرى الوادي لتسهيل حركة مرور السيارات. عقدت جمعية بالدهى الوطنية يوم 20 من فبراير ورشة عمل لتقوية قدرات الأعضاء وبحث سبل تنفيذ الخطة الموضوعة،
حيث بحثت الورشة التي شارك فيها ممثل الجمعية في الأقاليم ووزارات الصحة والتعليم والجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية والجسدية والاتحاد الوطني للشباب والطلبة والكونفدرالية الوطنية للعمال حقوق العيش الإيجابي والخدمات الصحية المتوازنة والخدمات الإدارية والاجتماعية. وقدم مسؤول المشاريع في الجمعية السيد قبرويت قرماي توضيحا حول تنظيم الدورات التدريبية ومشاركة المجتمع في محاربة مرض الإيدز وتقوية أنشطة الجمعية وتنمية قدرات أعضائها وتسيير الأعضاء حياتهم المعيشية بعيدا عن التمييز. من جانبه أوضح رئيس جمعية بالدوه سيد دانيال أسفها بأن الجمعية تحتاج لمشاركة كل الجهات والمجتمع والشركاء في تنفيذ برامجها. هذا وتضم جمعية بالدوه المصابين بمرض الإيدز ولديها حوالي 7000 عضو في البلاد عامة. قام الإريتريون المقيمون في مدينتي هامبورغ ومانهايم الألمانية بتنفيذ العديد من الأنشطة الوطنية. فقد أكد الإريتريون المقيمون في هامبورغ خلال السيمينار الذي عقدوه حول الأوضاع الراهنة في البلاد استعدادهم لتعزيز مشاركتهم الواعية في إنجاح البرامج الوطنية. وأوضح مسؤول الشؤون الجماهيرية والمجتمعية سيد كحساي تولي في السيمينار بأن التنمية الوطنية تعتبر من المهام الكبيرة للشعب والوطن ويتطلب بذل الجهد القوي لتحقيق ذلك. في غضون ذلك احتفل الإريتريون المقيمون في مدينة مانهايم بالذكرى 29 لعملية فنقل البطولية. وقال رئيس اللجنة الوطنية في المدينة وضواحيها السيد يوهانس برهاني في المناسبة أن إحياء ذكرى العمليات العسكرية الكبيرة التي شهدتها مرحلة الكفاح المسلح وبطولاتها يحفز على مواجهة التحديات الراهنة. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده سترد على نشر أي أسلحة نووية قصيرة أو متوسطة المدى من جانب واشنطن في أوروبا، ليس فقط باستهداف الدول التي تنشر فيها هذه الصواريخ بل وباستهداف الولايات المتحدة نفسها. وفي أقوى تصريحاته حتى الآن بشأن سباق تسلح جديد محتمل، قال بوتين أن روسيا لا تسعى للمواجهة ولن تبادر بنشر الصواريخ ردا على قرار واشنطن هذا الشهر الانسحاب من معاهدة تاريخية للحد من التسلح تعود لفترة الحرب الباردة. ورفضت الولايات المتحدة الأمريكية ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصفته بأنه دعاية تستهدف صرف الانتباه عن الانتهاكات الروسية المزعومة لمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى. هذا وقد نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر اختبار قواصة تعمل بالطاقة النووية تحت الماء. ونشر الفيديو القصير الذي يظهر اختبار القواصة المسيرة بوسايدون بعد وقت قصير من حديث الرئيس فلاديمير بوتين عن سلاح جديد خلال خطابه عن حالة الأمة. وذكر بوتين أن القواصة تستطيع العمل على أعماق كبيرة وبسرعة تفوق أضعاف أسرع السفن أو التوربيدات التي تعمل اليوم. قال مسؤول بفرقة الإطفاء في بنغلاديش أن قتل حريق هائل في منطقة يرجع تاريخها إلى قرون قد ارتفع إلى 70 قتيلا، وأن عدد القتلى يمكن أن يرتفع بينما يمشط رجال الأطفاء حطام المبنى الذي دمرته النيران. وتتكرر حرائق المباني الكبيرة في بنغلاديش ويرجع ذلك إلى أسباب من بينها التراخي في تطبيق قواعد السلامة، وهو ما أدى إلى مقتل المئات في السنوات القليلة الماضية. وقال ذو الفقار رحمن مدير إدارة الأطفاء والدفاع المدني لرويترز أنه تم انتشال 70 جثة ومن الممكن أن يرتفع العدد لأن البحث لا يزال متواصلا. وشب الحريق في مبنى من 4 طوابق وامتد سريعا إلى المباني القريبة في منطقة شوك بازار في داكا القديمة التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 300 عام. وذكرت تقارير صحفية أن المبنى به مخزن للمنتجات البلاستيكية ومليء بالمواد القابلة للاشتعال. وقال رحمن أن تحقيقا يجرى لمعرفة سبب الحريق. التقت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مع جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية في بروكسل في إطار الجهود الرامية لإيجاد وسيلة لإقرار البرلمان البريطاني لاتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي التي توصل إليها الجانبان. ويعد الاجتماع تحدثت ماي عن تقدم في حل الأزمة بخصوص ترتيبات الحدود الأيرلندية، ولم تسفر سلسلة من الاجتماعات التي عقدت بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في الأيام الأخيرة عن انفراج بعد أن رفض البرلمان البريطاني بشكل قاطع اتفاقية الخروج التي توصلت إليها ماي مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر.
وقال متحدث باسم ماي مرة أخرى أن رئيسة الوزراء تهدف إلى إقناع الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح اتفاق الخروج من الاتحاد. وذكرت رويترز بأن حوالي 15 من وزراء الحكومة البريطانية قد يصوتوا لإيقاف أو تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مارس القادم في حال عدم الاتفاق على صفقة خروج مناسبة. نشرت شركة تكنولوجيا صينية في مدينة هايكو الساحلية خلال مهرجان فوانيس الربيع السنوي والذي يوافق 15 من الشهر القمري الأول عرضا تكنولوجيا أقيم عبر استخدام الطائرات المسيرة درون، مقدمة عرضا ضوئيا ساحرا في سماء الصين. وبتقنية ودقة مدهشتين خلقت الدرونز أشكالا ثلاثية الأبعاد بينها طيور مثل البجع أو حتى شخصيات صينية شهيرة. المهرجان طبعا يعد جزءا من الموروث الثقافي والحضاري في الصين، وهو من أشهر المهرجانات الصينية القديمة، ويقام يوم 15 من الشهر الأول للتقويم الصيني الذي غالبا ما يصادف مع شهري فبراير ومارس، ويرجع تاريخه إلى أكثر من 2000 عام. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.